هما ازاي في مسلسل وتر حساس فتحوا القضية تاني بعد ما كانت واخدة حكم نهائي وحبسوا كاميليا بأصحابها؟ هو مش المفروض ان الأحكام لها حجية خلاص الحكم بقى نهائي؟ اه. تعالوا اقولكوا على الحالات اللي ينفع فيها يتعاد النظر في القضايا بعد ما يصدر فيها أحكام نهائية. قانون الإجراءات الجنائية المصري قال إن يجوز إعادة النظر في الأحكام النهائية سواء في الجناية أو جنحة في الحالات الآتية: لو اتحكم على واحد في قضية قتل وبعدين لقوا اللي المفروض إن هو قتيل ده صاحي، لو اتحكم على شخص عشان واقعة معينة واتحكم على شخص آخر على ذات الواقعة وكان في تناقض بين الحكمين بحيث نستنتج منهم إن واحد من المحكوم عليهم دول بريء. 3، لو اتحكم على أحد الشهود أو الخبراء بعقوبة الشهادة الزور، أو اتحكم على ورقة اتقدمت كمستند في القضية بالتزوير وكان للشهادة أو لتقرير الخبير أو للورقة دي تأثير على الحكم. لو كان الحكم مبني على حكم صادر من محكمة مدنية أو أحد محاكم الأحوال الشخصية واتلغى الحكم ده، يعني لو واحد كان عليه حكم نفقة واتعمل له بيه تبديد وبعد كده هو أخد حكم نشوز على زوجته ولغى حكم النفقة ده فيوقف حكم التبديد. 5 حاجة، لو ظهر بعد الحكم وقائع أو أوراق ما كانتش موجودة وقت المحاكمة وكان من شأن الأوراق دي إنها تثبت براءة المحكوم عليه. هي دي الحالات اللي ينفع نعيد فيها التحقيق تاني أو إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة في جناية أو جنحة. الحالات دي بقى بتنطبق على وتر حساس.